التركيز لم يكن متوفرا، التركيز الذهني والبدني للحكم ومتابعة أخير نافع لم تكن. الخبير التحكيمي جمال الشريف يثور غضبا في حكم مباراة الأهلي مع بلدية المحلة بسبب هذه اللقطة، وينتصر للنادي الأهلي ويفضح التحكيم المصري. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للنادي الأهلي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطر فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز النادي الأهلي بريمونتادا تاريخية على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي شهدت جدلا تحكيميا، فقد صرح الخبير التحكيمي جمال الشريف وأدلى بتصريحات نقلتها قناة الدوري والكاس القطرية، وقال: لقد شاهدت هذه المباراة، ولقد شهدت هذه المباراة عدة أخطاء تحكيمية وجميعها ضد النادي الأهلي، فالحكم لم يحتسب هدفين لصالح النادي الأهلي بداعي التسلل، ولكن هذا القرار كان صحيح من الفار وحكم الساحة. ولكن الأغرب في كل هذا أن لاعبي بلدية المحلة تدخلوا على لاعب النادي الأهلي بكل خشونة، وكانت هناك لعبتان تستحقان طرد مباشر ضد لاعبي بلدية المحلة. وهنا نشاهد في اللقطة الأولى أن لاعب بلدية المحلة تدخل على لاعب النادي الأهلي أكرم توفيق تدخل عنيف، وكان على الحكم والفار أن يوقفوا هذه المباراة وأن يحتسب الحكم والفار بطاقة حمراء لصالح لاعب بلدية المحلة. أما اللعبة الثانية فكانت ضد لاعب النادي الأهلي محمود كهربا عندما ركله لاعب بلدية المحلة في ساقه، وكان على الحكم والفار أن يحتسبوا طرد مباشر لصالح لاعب بلدية المحلة، لأن هذا تدخل عنيف وفقا لقانون الفيفا الخاص بالتحكيم، فالحكم والفار أباحوا للاعبي بلدية المحلة التدخل العنيف والضرب المباشر ضد لاعب النادي الأهلي. أما اللقطة الفاضحة في هذه المباراة وهي لقطة عدم احتساب ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي في الوقت بدل الضائع، فأنا شاهدت للمباراة السابقة لنادي بيراميدز ضد فيوتشر أن الحكم احتسب ركلة جزاء شبيهة بهذه اللعبة تماما وفي الوقت بدل الضائع أيضا، والحكم احتسبها لبيراميدز، ولكن في هذه اللعبة لم تحتسب للنادي الأهلي، فالتحكيم المصري يقيل بمكيالين. فماذا لو كان الأهلي لم يفوز في هذه المباراة؟ فالأهلي كان سيضيع عليه نقطتين في صراع الدوري، فالتحكيم المصري يفعل كل ما يمكن فعله من أجل وقف انتصارات النادي الأهلي وإهداء الدوري لبيراميدز أو الزمالك. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.